السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا. النهاردة معنا مشكلة جديدة، نبدأ المشكلة. السلام عليكم، ازيك يا عبد الرحمن؟ أنا بنت عندي 21 سنة. كل الناس شايفاني جميلة، بس عمري ما حسيت إن الجمال ده كان نعمة. بالعكس، بقي نقمة على حياتي. من وأنا صغيرة وأنا بسمع الكلام اللي الناس بتقوله: دي هتكبر تبقى عروسة. ما حصلتش. بنتك عينها حلوة، دي هتتخطب بدري. الكلام اللي المفروض يفرح أي بنت كان بيخليني أتوتر وأخاف من بكرة. كبرت وبقيت أتعامل مع الشارع كأنه سجن. أول ما أنزل من البيت أحس العيون كلها عليا. مرة كنت راكبة مواصلة، رجل كبير قاعد جنبي لقيته بيبص عليا بطريقة ضايقتني جدا. قلبي كان هينفجر. قمت بسرعة ونزلت قبل المحطة ومشيت في عز الحر عشان بس أهرب من نظراته. ساعات بحس إني مهما لبست واسع أو حاولت أكون محترمة مش هعرف أهرب. في الجامعة الموقف مش مختلف. اي شاب يقرب مني يقول لي نفس الجملة: انتي اجمل بنت شفتها. طيب وبعدين؟ محدش بيسأل عن طموحي ولا شخصيتي. حتى البنات حواليا ساعات مش فاهميني. مرة واحدة صاحبتي قلت لها: نفسي حد يشوفني عشان عقلي مش عشان شكلي. ردت وقالت: يا بنتي انتي ما عندكيش مشكلة اصلا. الكلمة دي كسرتني، لأني أدركت إن مفيش حد حاسس باللي أنا عايشاه. المشكلة الأكبر مع أهلي. لما اشتكيت لهم يقولولي: غطي نفسك أكتر أو ما ترديش، طنشي. مرة قلت لماما إني مش عايزة أنزل الجامعة يومها عشان تعبت من المعاكسات. ردت وقالت لي: يا بنتي دي حاجة طبيعية، كل البنات كده. الجملة دي جرحتني قوي، لأني حسيت إني حتى في بيتي مش لاقية اللي يسمعني. وأصعب حاجة حصلت لي كانت في الشغل. اشتغلت في مكتب صغير وكنت فرحانة قوي بالفرصة دي، لكن المدير بدأ يتصرف تصرفات غريبة. يطلب مني أبقى آخر واحدة تمشي، أو يلمح بكلام بايخ عن شكلي. وفي يوم حاول يقرب مني بطريقة مخيفة. أنا اتجمدت، قلبي وقف، معرفتش أتكلم. خرجت من المكتب وأنا جسمي كله بيرتعش. روحت البيت وعيطت طول الليل. حسيت اني اتكسرت من جوه، ومن بعدها بطلت اروح الشغل. اكتر لحظات الالم بتكون بالليل. اقف قدام المراية ابص على وشي والاقي دموعي بتنزل. ساعات اغطي المراية بالطرحة واقول: انا مش عايزة اشوف نفسي. ابقى قاعدة في ضلمة الاوضة وادعي ربنا: ليه يا رب خلقتني كده؟ لو كان شكلي عادي كان زماني عايشة في امان. ليه الناس بتشوفني جسد بس ومش شايفين قلبي وروحي؟ انا بكره احساسي اني لعبة في نظر الناس. مش عارفة هل في يوم الاقي حد يحبني عشان شخصيتي ولا لا. وهل هفضل طول عمري اسيرة نظرات الناس وكلامهم؟ وسؤالي ليك يا عبد الرحمن: ازاي اقدر اعيش وانا مش قادرة اكون مرتاحة حتى في جسمي؟ وهل في يوم ممكن الاقي اللي يشوفني انسانة كاملة مش مجرد شكل؟ انا عايز اقولك يعني هو الموضوع يعني الموضوع مش محتاج كل ده. لان كده كده الناس اذا كان الشخص حلو، هتسمعي كلام. ان كان الشخص مش حلو، هتسمعي برضه كلام. فكده كده كلام الناس دي غاية لا تدرك. غاية يعني ملهاش لازمة. يعني انت ايه كلام الناس؟ كلام الناس ملوش لازمة. كلام الناس إذا كان كويس ما بيعليش، وإذا كان مش كويس ما بيوطيش. فأنت حاجة غلط إنك تبصي لكلام الناس. ليه كلام الناس تبصي عليه؟ كلام الناس يعني غاية لا تدرك. ما تركزيش في كلام الناس. والله أنا هقول لك على حاجة. ركزي فيها وهتعرفي. الناس لو عملت خير مش هيعجب، لو عملت شر مش هيعجب. فانتي ما بالك انتي بتشوفي كل ده وشكلك جميل؟ ما بالك لو شكلك ما كانش جميل او ما كانش يعني قوي او كده، كنت هتسمعي ايه؟
انا عارف ان انت حاسه ان انت الناس بس مجرد بتقولك الكلام ده عشان شكلك. انت نفسك يعني تعيشي زي اي حد، اللي هو الناس بتحبك كشخصك، مش مجرد اللي هو كشكلك. عارف ان انت كمجرد، لا، كمثلا شخصيه كويسه، كمثلا تفكيرك. انا فاهم والله، انا واصل لي التفكير، واصل لي يعني. فعايز اقول لك ما تركزيش في كلام الناس، ما تركزيش في كلام الناس. كلام الناس لا بيعلي ولا بيوطي. ادي حاجة. تاني حاجة، الشغل اللي انت اتعرضت فيه الاذى، اللي هو صاحب العمل، الراجل الكبير اللي هو صاحب العمل، اللي هو الراجل الكبير اللي هو بدأ يتعدى حدوده، ده مكان ما ينفعش تشتغلي فيه، لازم تمشي منه. وما تزعليش لو كان شغل كويس، ما تزعليش. من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. يعني انت هتسيبي حاجة بس بعدا عن طريق الشيطان. اصل دوا شخص شيطان. لما اللي يكون راجل كبير ويعمل حاجة مع حد كده، يعني ليه يعني ليه يعمل كده؟ فانا اقول لك ده مكان ما ينفعش تشتغلي فيه، امشي من المكان ده اختيارا لله وحبا في الله، وبعدا عن طريق الشيطان. لان طول ما انت في طريق زي كده يبقى في شيطان. الشغل ده فيه شيطان. صاحب الراجل اللي هو الكبير ده شيطان للاسف الشديد. فما ينفعش تفضل في مكان فيه شيطان. سيبي مكان الشغل ده، وان شاء الله ربنا يكرمك بشغل احسن. بالنسبه لاسئلتك بقى اللي انت بتساليها، اللي هو مش عارف هل في يوم هتلاقي حد يحبك عشان شخصيتك؟ ايوه هتلاقي، بس هتلاقي الشخص اللي هو يستهلك، الشخص اللي هو بيحبك لشخصك، لروحك، لتفكيرك. وانا عايز اقول لك يعني للاسف الناس ما بتبصش غير للظاهر، رغم ان الجمال ده ما هي الا حاجة فانية. يعني اي حد مهما كان على قدر عالي من الجمال او شكله مع تقدم السن الجمال ده بيفنى وبيروح، ما دام الا وجه الله. فهي دي اللي عايز اقوله. طب السؤال التاني، ولا هفضل طول عمري اسيرة نظرات الناس وكلامهم؟ لا طبعا، ما تفضليش طبعا اسيرة نظرات الناس وكلامهم. عيشي لنفسك، وما تبصيش على الكلام اللي انت مش عايز تسمعيه. ما تركزيش في الكلام اللي انت مش عايز تسمعيه، لان الناس عمرها ما بتراعي حد، عمرها ما بتفكر في الشخص اللي قدامها. ما تركزيش في اللي حواليكي، ركزي في مستقبلك، ركزي في حياتك، اشغلي نفسك، وان شاء الله خير. سؤالك الاخير اللي هو ازاي تقدري تعيشي وانت مش قادرة تكوني مرتاحة حتى في جسمك؟ لا طبعا، انت بس نفسيتك مدمرة، فانت حاسة انك مش قادرة تعيشي. لكن لا، هتقدري تعيشي وهتقدري تكملي، وان شاء الله ان شاء الله تعدي من اللي انت فيه وهتضحكي على الايام دي ان شاء الله. وهل في يوم ممكن تلاقي اللي يشوفك إنسانة كاملة مش مجرد شكل؟ أيوة طبعا، هتلاقي الشخص المناسب، اللي هو الراجل بجد، اللي هو بيحبك مش لمجرد شكلك ولا لمجرد جمالك. هتلاقي الشخص اللي بيحبك لشخصك وتفكيرك وروحك، وإن شاء الله إن شاء الله تلاقي الشخص اللي انت عايزاه، وربنا يكرمك وربنا يعوضك بالشخص اللي انت تتمنيه. واتمنى اني اكون افدتك، واني اكون يعني قللت عليك الزعل اللي انت يعني عايشة فيه. وان شاء الله ان شاء الله خير، واوعي تزعلي نفسك، وفي يوم من الايام ربنا هيكرمك والحياة تكون احسن. ونشوفكم في حلقة جديدة، والى اللقاء.